وبنفس الجدية والحزم نؤكد موقف المغرب الراسخ بخصوص عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة. راه كنا حنا فخار حنا كنشوفوا فيه. انت ملي كنتي صغير ما كنتيش كتشوف هذا الشيء، ما عقلت. حنا ملي كنا دراري صغار كنقراو في ابتدائي، انا عندي دابا 29 عام، ما عقلتش كنقراو في ابتدائي فلسطينيين كيدخلوا عليهم اسرائيليين وكيدوزوها في الاخبار، وهذه كدوز وهذه كدوز وهذه كدوز، والله خرج واحد ما غيقد يهضر ولا غيقد يقول لهم شي حاجه. يعني دابا انت كتقول لي فلسطين زعما ما غنتشوكاش، انا ماشي اول مره غادي يطرح. داخلوا عليهم شحال من مره، داو لهم الاراضي ديالهم شحال من مره. عقلتي انت على محمد درزق؟ تنسات لك الشيء، لا تنسات لك هادي، انا نسيتها دابا. اي حاجه غتنسالك. هاد محمد درزق هذا كان صغير باه مكالي فيك ويقول لهم الله يرحم لكم الوالدين، معايا دري صغير ما تشيروش، انا خاوي ما عندي لا سلاح لا والو. هو كيشوف فيه وقنف ليه على قلبه، ضرب ليه خشى ليه في قلبه. يعني هادشي اللي كتسمعوا انت دابا، هادشي اللي كتسمع فيه دابا راه والو، راه عادي، ما كاين حتى شي حاجه. نساء صامدات كالجبال منجبات للأبطال يتفاخرن بقربهن من الله، أمهات كلهن عفة وأخلاق، والله ثم والله إني رأيت من صبرهن أكثر من صبر الرجال. أشهد الله أنه مدة 2 و12 يوما ما رأيت غزاوية نقصت من حيائها في نظرة أو في كلام أو في ابتسامة في غير موضعها. فطوبى لهم وطوبى لهم وطوبى لهم وحسن مقام لما ربوا من الأجيال وأسسوا من الأبطال، وهن تاج رؤوسنا جميعا. هن أمهاتنا يذكرننا بأمهات المؤمنين، يذكرننا بالصحابيات الجليلات، وأقسم بالله الذي لا إله إلا هو ما رأيت غير هذا. فطوبى لكن طوبى لكن طوبى. سألت يوما ما هي القصة الحقيقية لفلسطين؟ من الذي احتلها ومتى؟ وكيف سلبت من أهلها؟ هل هو نزاع سياسي فقط أم قضية دينية وإنسانية عميقة الجذور؟ في هذا الفيديو سأروي لك القصة من أولها إلى آخرها، من لحظة بارك الله في هذه الأرض إلى لحظة انفجر فيها الطوفان البشري من غزة نحو العدو. في هذا الفيديو لن تسمع مجرد حكاية، بل ستسمع صرخة أمة وحقيقة قضية وألم رواية. سنسافر في الزمن، نغوص في العمق ونحيي الذاكرة، من وعد السماء إلى جرح الأرض، من الإسراء إلى الطوفان، من صمت العالم إلى صوت الإنسان. فابق معنا، فمن واجبك كمسلم أن تكون عالما بهذه القصة. فالقصة ليست كأي قصة، بل نبض أمة تأبى النسيان. ضع أفضل كوب شاي عندك وهيا نبدأ. فلسطين ليست مجرد أرض عربية، بل هي أرض مباركة بنص القرآن. هناك في بيت المقدس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، ومن هناك عرج إلى السماء. هي أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى النبي ومهد الأنبياء. فلسطين يا منبر الأنبياء، ويا مهد الدعاء، ويا قبلة الأرواح في الليالي السوداء. فيك بارك الله، وعلى ترابك سار النبي في ليلة الإسراء. صلى في الأقصى بجميع الرسل، وعرج إلى السماء العليا في أعظم لحظة في تاريخ الأنبياء. لست قضية أرض، بل قضية عقيدة، وقدسك ليس ساحة صراع سياسي، بل رمز إيمان نقي وولاء. بعد الحرب العالمية الأولى سقطت الخلافة العثمانية، واحتل البريطانيون فلسطين. ثم في عام 1917 صدر وعد بلفور الذي منح اليهود وطنا في فلسطين. كانت تلك لحظة الغدر الكبرى. من لا يملك أعطى لمن لا يستحق أرضا ليست له. بعد سقوط الخلافة دخل الغرب متربصا، فاحتلوا فلسطين وأطلقوا وعدا غادرا أسموه بلفور، لكنه كان وعدا منكوسا، وعد صدر ممن لا يملك لمن لا يستحق.
بأرض ليست ملك أحد من الدخلاء. وهكذا بدأ الغدر، وبدأ الزحف الاستيطاني بوعد باطل ودعم قاتل ومؤامرة حيكت في ظلمة الخفاء. في عام 1948 أعلنت دولة الاحتلال الصهيوني وقامت على أنقاض مدن فلسطينية دمرت بالكامل. أكثر من 750 ألف فلسطيني طردوا من بيوتهم في مأساة سميت بالنكبة. قرى أبيدت، مدن مسحت من الخريطة، وبدأ الشتات الفلسطيني. لكن رغم ذلك لم تمت القضية. عام 1948 لم يكن عاما عاديا، بل عام نكبة، فعام خيانة عظمى. طرد الآلاف من بيوتهم وشرد الأطفال وهدمت القرى. كانت القلوب تدمع والبيوت تشتعل والسماء تبكي، لكن العدو لا يرى. وأصبح اللاجئ يحلم بلقمة وخيمة وقطرة ماء. ولكن رغم كل شيء لم تنطفئ الشمعة ولم يمت الرجاء، والله سبحانه وتعالى هو من سينصرها. رغم الاحتلال والحصار والتشريد لم يتوقف الفلسطيني عن المقاومة. من انتفاضة الهجار عام 1987 إلى الانتفاضة الثانية، إلى كل مقاوم في غزة والضفة والقدس وحتى الشتات. هو شعب لا يعرف الاستسلام، يقاتل من أجل حقه في الوجود، في الأرض، في الحرية. لم يسكت الفلسطيني، لم ينم، لم يسلم، لم يهزم، بل صرخ في وجه الاحتلال، وقف كالجبال ورمي الحجارة، وصنع من ألمه القتال. فرض عليه الحصار ولكن عاش كالأحرار. ولد من تحت الأنقاض وشب في ظل الجدار، لكنه ظل صاحب قرار. لا يطلب سوى الحياة بكرامة، والأرض بسلام، والقدس بلا قيود ولا جدار. في فجر 7 أكتوبر عام 2023 انفجر البركان. آلاف المقاومين من غزة نحو الاحتلال في عملية سمت بطوفان الأقصى، عبر البحر، عبر البر، وحتى الجو. اقتحموا المستوطنات، حرروا الأسرى، فاجأوا العالم بأسره. طائرات مسيرة، مظليون، وحدات خاصة. لأول مرة انتقلت غزة من موقع الدفاع إلى موقع الهجوم. كانت لحظة عزة، لحظة كرامة، لحظة لا تنسى في تاريخ الأمة. فجاء الطوفان لا كسيل من ماء، بل كزحف من دم وإيباك. في فجر 7 أكتوبر انطلق آلاف المقاومين من غزة في عملية أذهلت العدو قبل الأصدقاء. طوفان الأقصى كما سمي كان إعلانا بأن الكرامة لا تموت، وأن الشهداء لا ينسون. دخلوا المستوطنات عبر البر والأنفاق، تسللوا عبر البحر، وكان الرد مزلزلا. استخدموا الطائرات المسيرة، اقتحموا نقاط التفتيش كأنهم الرياح التي لا توقف. سقط جنود العدو وانهارت أسطورة الجيش الذي لا يقهر. وفي المغرب خرج الشعب عن بكرة أبيه. مظاهرات الحاشد في الرباط، الدار البيضاء، مراكش، فاس، كل المدن المغربية رفعوا رايات فلسطين وهتفوا بصوت واحد: بالروح بالدم نفديك يا فلسطين. لم تكن فلسطين وحدها، كانت الأمة كلها معها. وفي أقصى المغرب على بعد آلاف الأميال لم تكن فلسطين وحدها. خرج أبناء الأطلس، رجال ونساء، شيوخ وأطفال، في مظاهرات عمتها المدن والأسواق. ارتفعت الأعلام وتوحدت الأقدام وتجلت الكرامة في الآفاق. بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، القدس لنا، غزة رمز المقاومة. لم تكن شعارات، بل عهودا أقسمت في وضح النهار. رفعوا صور الأطفال الشهداء ودعوا بالنصر، فكان الصوت الذي لا يشترى ولا يباع. فلسطين ليست مجرد أرض محتلة، بل قضية وقمة. من آيات القرآن إلى دماء الشهداء، إلى صمود شعب لا يقهر. إن كنت عربيا فهذه قصتك، وإن كنت مسلما فهذه قبلتك الثانية، وإن كنت إنسانا فهذه قضيتك العاجلة. انشر هذا الفيديو، اجعل صوتك يسب، فصوت الحق لا يحتاج إذنا من المستكبرين. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. كان معكم البرانك، من القلب إلى القلب، ومن القدس إلى كل من فيه كرامة ويقين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم حرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم برحمتك يا رب العالمين. سلام.